ملاعب المغرب اليوم أصبحت تحت الأضواء. لماذا يتم اختيار التطوير بدل الهدم وإعادة البناء من الصفر؟ تجربة ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط وملعب طنجة لعلها كانت من أبرز الأمثلة التي أثارت هذا النقاش. فبينما أنجز ملعب الرباط في ظرف يقارب سنتين بعد إعادة بنائه، استغرقت عملية تطوير ملعب طنجة أكثر من سنتين من الأشغال. وفي المقابل ما زالت ملاعب مثل مراكش، فاس وأكادير تنتظر دورها للخضوع لعمليات تطوير مماثلة. وهنا يبرز سؤال جوهري: بعد نجاح تجربة الرباط، لماذا لم يتم التوجه نحو إعادة بناء هذه الملاعب من الصفر بدل الاكتفاء بتطويرها؟ سنغوص في التفاصيل الحقيقية وراء هذا الخيار، ونفهم الأسباب الحقيقية التي تجعل الدولة المغربية تلجأ لتطوير الملاعب بدل هدمها وإعادة بنائها من الصفر. بعد اختيار المغرب بلداً مستضيفاً لكأس العالم 2030 في 8 شتنبر 2024 ضمن ملف مشترك، بدأت تتضح ملامح رؤية جديدة مختلفة عما كان متوقعاً في ملف ترشيح 2026، والذي كان يتضمن 14 ملعباً موزعة على 12 مدينة، من بينها 9 ملاعب كان سيتم بناؤها من الصفر. لكن عند الإعلان عن الملف النهائي ظهر للعيان أنه تم تقليص العدد إلى 6 ملاعب فقط، 2 منها سيتم بناؤهما من الصفر مقابل 4 ملاعب قائمة سيتم الاكتفاء بتطويرها وتحديثها. هذا التحول يعكس تغييراً واضحاً في فلسفة المشروع، من منطق التوسع في البناء إلى منطق إعادة تأهيل المنشآت القائمة. فلماذا هذا الخيار؟ عندما نتحدث عن ملاعب مثل ملعب أدرار أو ملعب فاس أو ملعب طنجة، فنحن لا نتحدث فقط عن مدرجات وأرضية لعب، بل عن أماكن تختزن ذاكرة جماعية، عن فضاءات صنعت لحظات لا تنسى في تاريخ الكرة المغربية، ملاعب استضافت أحداث لا تنسى، وعن جماهير عاشت فيها الفرح والانكسار، وأجيال تربت على إيقاع تلك المدرجات. لذلك فإن قرار تطوير هذه الملاعب بدل هدمها لا يمكن اختزاله في كونه قراراً تقنياً فقط، بل هو أيضاً اختيار يحاول خلق توازن دقيق بين الماضي والمستقبل، بين الحفاظ على الهوية والانفتاح على الحداثة. ولتوضيح هذه الفكرة على نطاق عالمي، يكفي النظر إلى تجربة ملعب سانتياغو برنابيو الذي خضع لعملية تطوير ضخمة في السنوات الأخيرة، بلغت تكلفتها حوالي 1.76 مليار دولار، وهو رقم كان كفيلاً بإعادة بناء ملعب مماثل بنفس المواصفات أو أفضل. ورغم ذلك اختار النادي عدم هدم الملعب، بل تحديثه بشكل جذري مع الحفاظ على موقعه وهويته وتاريخه، لأن البرنابيو ليس مجرد ملعب، بل رمز وهوية لا يمكن إعادة إنتاجها من البداية. وهنا تتضح نفس الفلسفة التي يعتمدها المغرب اليوم: إعادة إحياء هذا الماضي داخل قالب حديث يواكب المعايير الدولية ومتطلبات تنظيم حدث عالمي بحجم كأس العالم. فبدل محو التاريخ والبدء من الصفر، يتم تحديثه وتطويره، وبدل خسارة الارتباط العاطفي للجماهير مع هذه الفضاءات، يتم تعزيزه عبر تحسين التجربة دون المساس بالهوية. ومع ذلك يبقى هذا الخيار رغم قوته غير خال من التحديات، لأن تطوير ملعب قائم يفرض قيوداً هندسية وتقنية معقدة، وهو ما يجعل بعض النتائج أقل جرأة من حيث التصميم أحياناً. بعيداً عن العاطفة والرمزية، يبقى العامل الحاسم في مثل هذه القرارات هو الجانب المالي. فتكلفة تطوير الملاعب المغربية لن تعادل تكلفة هدمها وإعادة بنائها من الصفر. ولعل أبرز مثال على ذلك هو ملعب الأمير مولاي عبد الله مقارنة بملعب طنجة، حيث وصلت تكلفة بناء ملعب الرباط من الصفر إلى ما يعادل 600 مليار تقريبا حسب آخر التقديرات الحكومية، بينما بلغت كلفة تطوير ملعب طنجة ومحيطه حوالي 300 مليار، مع تثبيت ثاني أكبر سقف شعاعي في العالم ليصبح أكبر ملعب في المغرب متوافقا مع شروط الفيفا.
أما بالنسبة للملاعب التي ستخضع حاليا لعملية التطوير مثل فاس ومراكش وأجادير، فقد تم تخصيص ميزانية تقارب 200 مليار سنتيم لكل ملعب. ولو تم اختيار إعادة البناء من الصفر فإن التكلفة كانت ستتجاوز على الأقل 400 مليار لكل ملعب، أي ما يعادل ضعف تكلفة التطوير تقريبا. يرى البعض أن تطوير هذه الملاعب مجرد ترقيع، لكن هذا الطرح يتجاهل حقيقة أساسية، وهي توافق الملعب مع شروط الفيفا. هذه الجملة تضع كلمة ترقيع في الجانب. التطوير لن يكون مجرد إصلاح سطحي، بل إعادة هيكلة شاملة تشمل كل الجوانب، من أرضية الملعب، تحسين الرؤية، إضافة سقف وواجهة حديثة، إلى تحديث المرافق الداخلية والخارجية، ورفع معايير السلامة والجودة لتتوافق مع شروط الفيفا الصارمة، وهي معايير لا تترك مجالاً للحلول الجزئية أو التجميلية. بدل إنفاق ميزانيات ضخمة على إعادة بناء هذه الملاعب من الصفر، تم تقليص الميزانية والاكتفاء بتطويرها والتوجه نحو المشاريع الموازية، حيث أن الجزء الأكبر من ميزانية مشروع التنظيم التي خصصها المغرب سيتم توجيهها للبنية التحتية العامة من سكك حديدية وطرق ومطارات ومستشفيات، بينما لا تمثل الملاعب سوى جزء محدود من الاستثمار الكلي. وهذا يعكس فلسفة تنظيم حديثة لكأس العالم لا تركز فقط على الملاعب بل على البنية التحتية التي ستدوم. لو كان القرار بيدك، هل كنت ستهدم التاريخ لتبني مكانه أم ستطوره؟ لا تنسى دعمنا بلايك واشترك في القناة ليصلك كل جديد.